اليوم نرى مصافحة أو بالأحرى مصالحة بين الرئيس الجزائري والعاهل المغربي برعاية أمريكية بعد سنوات من احتدام الأزمة أو أزمة العلاقات بين البلدين. واش عمرك تخيلتي الحدود اللي فرقتنا سنين تقدر تحل في 60 يوم؟ واش هادشي غير حلم ولا بصح؟ ولا كاين شي حاجه كبيره كتحرك تحت الطابله؟ امريكا دخلت على الخط وكتوعد باتفاق ديال السلام ما بين جوج ديال الخوت، المغرب والجزائر. شنو القصه ديال هاد 60 يوم بالذات؟ وشكون هاد الشخص اللي قلب لينا الطاوله بالتصريح ديالو؟ واش الاتفاق ديال السلام غادي يكون قريب خلال شهرين؟ هاد التصريح اللي جا من الاداره الامريكيه بالضبط من عند ستيف ويتكوف ماشي غير كلام عابر، هذه رساله واضحه باللي كاين شي حاجه كبيره كتحضر. تبع معايا حتى الاخر حيت غادي نكشفوا الاسرار اللي مخبيه وراء هاد الضغط الامريكي المفاجئ. أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أن فريقه يواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق سلام بين الجزائر والمغرب خلال 60 يوم. باش نفهموا 60 يوم مزيان خاصنا نرجعوا شويه للوراء. الصراع ما بين الرباط والجزائر ماشي وليد اليوم، هو صراع تاريخي تزاد التعقيد ديالو بسبب ملف الصحراء المغربيه اللي هو لب النزاع. ولكن علاش دابا بالضبط؟ المعلومه المهمه اللي خاصكم تعرفوها هي التوقيت. هذا التصريح ديال ويتكوف جا قريب بزاف من واحد الموعد حاسم اللي هو الاجتماع ديال مجلس الامن الدولي اللي كيتعلق ببعثه المينورسو وتقارير المصير. امريكا اللي ولات عندها اولويات استراتيجيه جديده في شمال افريقيا كتشوف باللي استمرار هذا النزاع كيخدم غير المصالح ديال بعض الاطراف وكيحبس التنميه ديال المنطقه كلها اللي كيسميوها المغرب العربي الكبير. الضغط الامريكي هنا جايب واحد الصيغه جديده، ماشي مجرد دعوه للحوار بل هو مهله زمنيه كتحط الاطراف قدام الامر الواقع. هادشي كيعني باللي كاين ورقه ضغط امريكيه قويه غادي تكشف في الاسابيع الجايه. نجيو دابا الورقه اللي كتلعب بها واشنطن، مشروع القرار اللي غادي تقدمه لمجلس الامن. الانباء اللي كتسرب كتقول باللي المشروع غادي يحدد موعد نهائي يقدر يكون هو 31 يناير اللي كيوافق تقريبا نهايه 60 يوم باش يتوصلوا لحل مقبول. الاهم من التوقيت هو المحتوى. اغلب المسودات ديال مجلس الامن ولات كتاكد باللي مقترح الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب هو الاطار الوحيد الجاد الواقعي والموثوق باش يتحل النزاع نهائيا من الجذور ديالو. هذا الشيء كيحط الجزائر في موقف صعيب. علاش؟ حيت تصريحات ديال المستشار الامريكي الاخر مسعد بولوس اللي قال باللي الرئيس الجزائري منفتح على اعاده بناء جسور الثقه وكيرغب في حل جذري ونهائي لقضيه الصحراء المغربيه، وكتعطي اشاره باللي كاين واحد التغيير داخلي كيتوجد، حل نهائي لهذا الموضوع. وايضا يرحبون باعاده تحسين العلاقات مع جيران المغربيين ومع المغرب ومع الشعب المغربي. هادشي كله كيخلي 60 يوم ماشي مهله للصلح العادي بل هي مهله للمراجعه الاستراتيجيه الكبرى للموقف الجزائري، يا اما الاستمرار في طريق الصراع ولا الانخراط في حل كيفرضوه الواقع الدولي والاجماع الاممي. تخيلوا معايا اذا بصح نجحت هذه الوساطه الامريكيه وتحلوا الحدود في 60 يوم الجايه، شنو اللي غادي يتبدل؟ على المستوى الاقتصادي غادي تكون ثوره، فتح خطوط النقل والتجاره غادي تخلي البضائع والناس يدوزوا بحريه. المغرب يقدر يستافد من الغاز الجزائري والجزائر تستافد من الخبره والاسواق المغربيه في افريقيا. الملايير ديال الدولارات اللي ضاعت بسبب العداوه غادي تبدا ترجع تدريجيا. على المستوى الاجتماعي والانساني هذه هي الاهم. العائلات اللي فرقت لها الحدود من 1994 غادي تلاقاو وغادي يولي التنقل ما بين الاهل والاحباب اسهل. هذا الشيء كله كيشكل الضربه القاضيه لجدار الكراهيه اللي بناوه السياسات ديال الماضي. وحتى من الناحيه الرياضيه ما تنساوش المغرب غادي يستضيف كاس افريقيا الامم الكان ديال 2025. هذا الاتفاق المحتمل كيقدر يجي قبل الكان. تخيلوا معايا الاجواء ديال الكان والمغرب والجزائر مجموعين في واحد الروح الرياضيه كتعكس التقارب التاريخي بيناتهم. اذا كيف ما شفنا القضيه ديال 60 يوم هي اكثر من مجرد تصريح، هي لحظه فارقه كتحط نظام الحكم الجزائري امام خيارين صعبين، يا اما المواجهه الدبلوماسيه مع الاجماع الدولي ولا الانخراط في حل كيضمن الاستقرار والازدهار للمنطقه كلها. المغرب يديه من الممدوده كينتظر، العالم كينتظر، والاهم الشعبين المغربي والجزائري كينتظروا بفارغ الصبر يطويو الصفحه ديال اكثر من نص قرن ديال التوتر. ودابا الكلمه ليك، واش عندك الثقه باللي هذه المهله الامريكيه غادي توصل لحل فعلا؟ وشنو هو هذا الثمن اللي خاص يتخلص باش يرجع السلام ما بين خوت المغاربه والجزائريين؟ هاد الايام اللي جايه ماشي عاديه، هي ايام كتحمل امل كبير، امل اننا نشوفوا جيل جديد كيعيش بلا حواجز بلا كراهيه مصطنعه. في
كل دار في كل مدينه كاين اللي عنده خالو ولا عمته ولا صديق عزيز عليه من وراء هذا السلك الشائك ديال الحدود. السينيوم اللي هضرنا عليها هي فرصه تاريخيه باش نرجعوا للمنطق خاوه خاوه ونستغلوا القوه ديالنا كجيوش ديال الامم كبار باش نبنيو مستقبل احسن وافضل لولادنا، بغض النظر على واش غادي يتم هذا الاتفاق ولا لا. رسالتنا واحده وواضحه، حنا شعوب كتبغي السلام وكتبغي الخير، والتاريخ غادي يسجل شكون اللي مد اليد وشكون اللي اختار طريق العزله. تحياتي لكم ودمتم في امان الله.